لغزل المحله طبعا بعد تاجيل مباراه غزل المحله مع الاولمبي بسبب الحادث الاليم اللي حدث لعمرو حارس مرمى غزل المحله. خلوني اطمن عليه ونشوف اخباره ايه والامور وصلت لايه. معايا وليد بدران باك شمال نادي غزل المحله والمرافق لعمرو معايا على التليفون. وليد، سلام عليكم يا وليد. السلام، ازيك يا كابتن؟ ازيك، اخبارك ايه يا وليد؟ الحمد لله يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبي. طمني على عمرو، ايه الاخبار؟ الامور وصلت لايه؟ والله يا كابتن الحمد لله، الحاله الان مستقره الحمد لله، احسن من امبارح واحسن من اول امبارح يعني بكثير الحمد لله. فاق من الغيبوبه؟ هو فاق الحمد لله وبدا يتكلم وبدا يحكي يعني تفاصيل الحادث وكده وفايق يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ده شيء كويس جدا يعني، بدا مستوعب وداري بالموضوع والكلام ده كله. الحمد لله كابتن، بدا يتكلم يعني وبدا يفوق نسبيا عن الاول يعني كتير الحمد لله. الحمد لله. طب الدكاتره قالوا ايه يا وليد حتى اللحظه اللي انت بتكلمني؟ انا عارف ان انت مرافق ليه على طول، يعني الدكاتره قالوا ايه اخر كلام قالوه؟ والله يا كابتن هو لحد امبارح كانت الامور برضو ايه لسه شبه مش مستقره. كابتن محمد عامر كان معانا امبارح وقال لي ان يعني قال انه بيعاني من اكتر من حاجه في نفس التوقيت، فعامله مشكله شويه. هو اول امبارح يا كابتن بعد الحادث على طول مباشره كان في نزيف في البطن وكسر في الضلوع وفي كان في شرخ في الجمجمه. كل ده كان عامل نزيف جامد، فلحد بالليل عشان يوقفوا النزيف ما عرفوش فاضطروا ان هم يشيلوا الطحال، وكان الحجاب الحاجز برضه شبه مقطوع. لما شالوا الطحال وكده الحمد لله النزيف وقف والامور بقت كويسه لحد ما. والنهارده عملوا اشعه مقطعيه الحمد لله برضه النزيف زي ما هو النزيف الحمد لله. وليد عايزك بعد اذنك بس تتحرك يمين او شمال عشان الصوت بدا يقطع كده، بس عشان نسمعك كويس. تمام كده يا كابتن؟ كده احسن، اتفضل يا وليد. الحمد لله امبارح عملنا اشعه مقطعيه برضه عشان نتاكد بالليل الساعه 10 الامور الحمد لله كويسه، ما عادش في نزيف، النزيف وقف. الحمد لله برضه الدكاتره طمنونا طول ما هو فايق وبيتكلم الامور كويسه ومستقره. النهارده بقى بدا يستوعب الحمد لله وبدا يفوق وبدا يتكلم، متذكر اللي حصل وعارفكم والكلام ده كله، ده شيء بدا يتكلم معايا ويتكلم على اللي حصل وكده. الحمد لله. وحكى كل اللي حصل يعني الحمد لله. الحمد لله. هو في مستشفى ايه يا وليد؟ هو المنصوره. مستشفى المنصوره. طب هل الحاله يعني الاشراف الطبي على اعلى مستوى وتمام، ولا ممكن نقله مثلا لمستشفى في القاهره بامكانيات اعلى يعني؟ والله الاشراف في المستشفى كويس جدا. طب الحمد لله كويسه جدا الحمد لله. حتى الكابتن عامر ورئيس مجلس الاداره عمل اتصالات وجم المستشفى وطلبوا ان هم ينقلوه، بس الدكاتره فضلوا ان هو يفضل في المستشفى تحت العنايه المركزه وان شاء الله الامور هتبقى كويسه باذن الله. هم طمنونا يعني النهارده بالليل كده ممكن ينزل من العنايه يعني ان شاء الله يا رب ويبقى كويس باذن الله. يا رب. هستأذنك يا وليد، يعني لو بعد الماتش ما يخلص الاولاني نحاول نتصل بيك تاني وتسمعنا صوته كده ونسمع صوته ونحاول نتكلم معاه كده، مش هنجهده بس نطمن الناس كلها عليه ان شاء الله. حاضر يا كابتن. اشكرك على ذوقك وليد بدران باك شمال نادي غزل المحله، شكرا جزيلا ليك يا وليد. والحمد لله يعني ان امبارح بصراحه الامور كانت صعبه قوي. طبعا لا، المنظر امبارح كان صعب جدا.